بتاع اليوم؟ هو في البداية يعني كما يقال إنه البدايات تدل على النهايات، والمقدمات والنتائج هي نتيجة طبيعية للمقدمات، وبالتالي فكما قلنا إنه ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب لدولة مبارك المخابراتية على ثورة يناير 25 يناير، واتخذت في ذلك درعا أو تمسرقت وراء خطايا الإخوان وأخطائهم. إذا لب 30 يونيو هو ليس انقلابا على مرسي، هذه الخطوة التكتيكية، إنما البعد الاستراتيجي ل 30 يونيو هو الانقلاب على ثورة يناير 25 يناير. وكما قال واحد من وجوه ورموز النظام السابق عبد المنعم السعيد في المصري اليوم منذ أيام، قال أن هذه ثورة على الثورة وثورة ضد الثورة. يتكلم على أنها ثورة 30 يونيو هي ثورة على 25 يناير، وثورة 30 يونيو لتصحيح وتصويب الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها ثورة 25 يناير. أنا بتكلم بالمقدمة دي حتى يعني أدلل على شيء. أي ثورة شعبية هذه التي تستجدى من الشعب؟ الثورة في مكمنها هي ثورة عفوية تلقائية تخرج الجموع الشعبية والجماهير لكي تنتفض ضد النظام. لا أدري في أي قوانين سياسية وفي أي أكاديميات علوم سياسية القائد القوات المسلحة يستجدي الشعب ويطلب منه النزول لكي يفوضه في القضاء على ما سماه الإرهاب. أي ثورة شعبية هذه 30 يونيو التي جعلت فيها الثورة تكون بالمقلوب، حيث أن مؤسسات الدولة كلها هي التي تخرج على موظف برتبة رئيس جمهورية. إذا المقدمات تدل على أو هي طريق إلى النتائج، والبدايات تدل على النهايات. ما يحدث الآن هو أن التعتيم الإعلامي قد كسر بالإنترنت ومواقع الفيسبوك، وموقف الموقف النبيل لقناة الجزيرة، وأنه ما يحدث الآن في الشارع يتمدد، وأنه السيسي نفسه هو في خطر، هو نفسه في خطر، وأنه القضية أنه الانقلاب قد تم ولكنه لم يقفل، وأنه في عوامل كثيرة جدا تقول انه من الممكن ان يعود مرة اخرى. التاريخ يحدثنا انه نعم هناك انقلابات قد تمت في التاريخ، ولكن التاريخ ايضا يحدثنا انه كثير جدا من الانقلابات قد فشل، وانه لفشل هذه الانقلابات ولكثرها يتطلب زخم شعبي وقدرة حاشدة وذكاء تكتيكي وعزيمة وتفكير غير نمطي. إذا نحن أمام مشهد خطير جدا تستدعى في كل مقولات حسني مبارك حول الحرب على الإرهاب وحول الحرب على المتطرفين لكي يتم تقفيل هذا الانقلاب. ولكن الشعب المصري والجموع والنخب السياسية التي حتى شاركت في 30 يونيو، حتى النخب السياسية التي شاركت في 30 يونيو، هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يخرج ويقول إن هناك استرداد لدولة مبارك وهناك ثورة على ثورة يناير. إذا نحن أمام مشهد تاريخي إن شاء الله سينقلب على الانقلابيين وسينقلب على النظام وسينقلب على كل السلطة. نحن أمام مشهد يجب أن يكون كل الأطراف فيه واعية. هل سيكون لكم أستاذ حسام ردة فعل تجاه هذا الخطاب؟ نعم. هل سيكون لكم ردة فعل تجاه هذا الخطاب؟ ان شاء الله تعالى. احنا في تحضير دلوقتي بيان سيذاع قريبا في التحالف الوطني لدعم الشرعيه وكافه الانقلاب، وفي تحركات اليوم وغدا، وفي تحركات يوم الجمعه، وستكون تحركات حاسمه، وستكون تحركات غير نمطيه، وستكون تحركات نزلزل فيها هذا الانقلاب. ليس فقط القضيه ليست محمد مرسي على فكره، الانقلاب هذا لم يكن على محمد مرسي وانما كان على ثوره يناير، وبالتالي فالقضيه الان تتمدد. تتبنى جموع الشعب المصري هذه القضية، رأوا القتل ورأوا الأشلاء ورأوا البلطجية ورأوا 100 وحاجة قتيل من السلميين، ليس فضلا للاعتصام أمام دار الحرس الجمهوري، وإنما كان قتل وتقتيل عمد سمي إعلاميا بفضل الاعتصام، وسمي مرة أخرى من قبل القوات المسلحة أنه محاولات لرد هجوم بعض عناصر من حماس. أي مسخرة هذه التي يتكلمون عنها. احنا الآن في موضع فارق جدا، يجب أن تلتحم في كل القوى السياسية وكل القوى الثورية انه الآن نحن الخيار الأمريكي والخيار العسكري هو لا يرى المدنيين أصلا، فضلا ان هم يجعلهم يحكمون.
أين هذا الرئيس المنتخب؟ أين رئيس الوزراء؟ كيف يترك وزير دفاع يتكلم ويستجيب الشعب للنزول؟ نحن في مشهد عبثي جدا تدار فيه البلد من قبل السكنات العسكرية. نحن ضد السكنات العسكرية، ثورة يناير، نحن ضد ثورة 30 يونيو التي خرجت ليست للانقلاب على محمد مرسي، ولما للانقلاب على ثورة يناير. أستاذ حسام، يعني شايف ازاي الخروج من هذه الأزمة؟ يعني أين الحل؟ الحل في نظري واضح وصريح جدا جدا. الآن البلد ما بين حكم عسكري ممتد لحكم عبد الناصر والسادات وحسني مبارك، وأمام ثورة يناير بتأسيسها لدولة مدنية حقيقية تكون فيها الهيمنة المدنية على المؤسسة العسكرية. سيدي الفاضل، كل الثورات وكل التحولات الحضارية في الشعوب تمر بمرحلة هي الاصطدام بالمؤسسة العسكرية باعتبارها هي أهم ركن من أركان النظام، وبالتالي ما نمر به الآن نحن كنا نمر به في محمد محمود، ولكن النخب الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن تعي أنه هذه اللحظة الفارقة في محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية كانت لحظة أساسية في تاريخ الثورات، انه يجب ان يكون في وعي الثوار ووعي النخب الثورية انه مكون العسكري في النظام هو اهم مكون، وانه ما تم في 11 فبراير ما هو الا تسليم البلد وتسليم الثورة الى اهم مكون من مكونات النظام. ادركت القوى الثورية والنخب السياسية العاقلة المستشرفة استراتيجيا للمستقبل انه العسكر يتلاعبون بالثورة، العسكر يتلاعبون بهذا البلد، ويريدون بعد أن ضحوا برأس النظام بقاء النظام يريدون تدوير هذه الثورة وتفريغها من مضمونها. الآن هي لحظة فارقة في تاريخ الشعوب أن تدرك وتتحمل تتبنى القضية إنه وإن كان كما يقول الاستراتيجيون وإن كانت المؤسسة العسكرية هي أهم مؤسسة في البلاد نعم لحماية البلاد والعباد، ولكنها في ذات الوقت هي أخطر مؤسسة. هكذا يقولون في الأكاديميات وهكذا يدرسنا أساتذة العلوم السياسية في فرع العلاقات المدنية العسكرية، إن القوات المسلحة هي فعلا أهم مكون من مكونات النظام وأهم مؤسسة من مؤسسات البلاد، ولكنها في ذات الوقت هي أخطر. ولمعالجة ذلك يجب أن يكون هناك هيمنة مدنية كاملة على المؤسسة العسكرية، أن يكون القرار السياسي نابع من المؤسسة المدنية المنتخبة. الآن الشعب المصري يخوض تلك التجربة، وللأسف الشعوب والثورات والجموع لا تتعلم نظريا، هي تتعلم بطعم الدماء ورائحة الأشلاء، وهكذا قدر الشعوب. نحن الآن نتعلم وكل الشعب المصري يتعلم أنه العسكر ليس هم تلك الجموع التي يتم التغني بها في أغاني شادية وعبد الحليم ومسلسلات رأفت الهجان والرصاصة لا تزال في جد. ليس هم العسكر الحقيقيين، هم تلك النخب العسكرية، النخب الوظيفية التي تكلم عنها المثيري في مقدمة موسوعته اليهود واليهودية والصهيونية. تلك النخب الوظيفية التي تقوم بدور الاحتلال المباشر بعد خروج الاحتلال من البلاد. الشعوب الآن والشعب المصري يمر بتلك المرحلة، هي مرحلة عصيبة ومرحلة دموية، ولكنه يمر بها، ويجب إذا كان لهذه الثورة أن تنتصر يجب أن يتم الهيمنة المدنية أن يتجاوزها الشعب بسلام بإذن الله، وأن يغلب صوت العقل على هذه المشاهد من الدماء. كان معنا